عشان تطلعي سمك مقلي بريمو ومقرمش زي المطاعم، ركزي معايا في التكات دي واحدة واحدة. أول سر خلطة الدقيق والنشا. اعملي ميكس بنسبة 2 ل1، يعني كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا. الدقيق لوحده بيخلي السمك يشرب زيت، والنشا لوحده بيدي لون مش لطيف، لكن الاتنين سوا هتاكلي أحلى قرمشة. تاني حاجة، لازم السمك يكون ناشف تماما. بعد ما تغسليه نشفيه كويس جدا بفوطة مطبخ. خليكي هكرة، أي نقطة مية يعني الزيت هيدخل جوه السمك فورا. وبالنسبة للتتبيلة خليكي بسيطة، ملح، فلفل، كمون، ولمسة توم بودرة. وابعدي خالص عن الخل أو الليمون قبل القلي. لو عايزة ليمون يبقى بعد ما يطلع من الطاسة عشان يفضل مقرمش. ولما تيجي تغلفي السمك بالدقيق اشتغلي بهدوء، يدوب طبقة خفيفة، وما تضغطيش عليه بإيدك، لأن الضغط بيفتح أنسجة اللحم ويخلي الزيت يترشق جواه. نيجي بقى للزيت، لازم يسخن صح. اعملي اختبار العود الخشب، لو عمل فقاقيع حواليه يبقى جاهز، لو لسه يبقى استني، ولو الزيت دخن يبقى تهدي النار فورا. وخدي بالك بلاش زحمة في الطاسة، كتر السمك بينزل حرارة الزيت ويخليه يشرب زيت أكتر، فقلي على مرتين أحسن. أما النار فلازم تكون متوسطة مايلة للعالية. النار الهادية بتخلي السمك يزيت، والعالية قوي بتحرق الوش ويفضل من جوه ني. الوسط هو الصح. وآخر تكة، بلاش تقليب كتير، سيبيه ياخد لونه براحته، وتقليبة واحدة كفاية جدا عشان ما يتهريش ويشرب زيت. الخلاصة يا ست الكل، سمك ناشف، تغليف خفيف، زيت سخن، يعني سمك مقلي مقرمش خفيف ومش مزيت أبدا. جربي التكات دي وعمرك ما هتشتكي من السمك تاني. الغلطة دايما في الطريقة مش في السمك. ما تنسيش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واعملي لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد. دعمكم بيفرق معانا جدا عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد.